مرحلة اللحمة البايتة، تمام، البايت. اللي هي اسمها نون فريش نون بيوريفيكيتد. تمام. اللحمة دي بيكون المدة دي من اليوم الثالث من تاريخ الذبح لليوم الخامس من تاريخ الذبح في الثلاجة برضو. عشان عارفين لو حطيناها بره اساسا في هتلم عليها الهواء بكتيريا. هتبوظ في 6 ساعات او في 12 ساعة في الشتاء. ايوه. فبالتالي من اليوم الثالث لليوم الخامس في الثلاجة، تمام. بتكون اللحمة لونها بدأ يبقى شاحب، لون نقول عليه ايه، باهت. الباهت. ريحة اللحمة خفت. انت عارف انت ريحة اللحمة اللي هو بتبقى يوم العيد وانت لسه دابحين تبقى وكده. جميل، ريحتها تحس كده ان هي فعلا ريحة مريحه كده للاكل. ريحة لحمة كده، انت فاهم. اه. طبيعي ريحتها تبقى نفاذة. نفاذه. اما بقى ايه اللحمة اللي تبدأ ينقع على بيتها تبقى ريحتها اخف. تمام. وبرضو طالما ظاهريا بدأت تحس ان الجودة قلت فعلا داخليا بالتحاليل، لقينا ان كمية الجلايكوجين بتقل، كمية الكرياتين بتقل. وكمية الكرياتين دي مهمة لبتوع العضلات. انت كشخص بتاع عضلات بتبقى محتاج اعلى كمية كرياتين في الوجبة اللي قدامك، فيفضل تجيب لحمة فريش، تمام.